أهلا بكم في قناتنا قناة ترند النجوم لأخبار الفن والفنانين. قبل بداية متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصل لكم كل ما هو جديد من قناتنا. سلبي الذوق العام، فعل فاضح لفتاة في مقهى عام في السعودية يثير الغضب. تصدى ترند سلبي الذوق العام مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد ظهور فاضح لفتاة في أحد المقاهي. وظهرت الفتاة في فيديو متداول رصدته مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقف أمام المرآة في مقهى عام لتلتقط سيلفي لها. وكانت الفتاة المخالفة للذوق العام في السعودية ترتدي عباءة لكنها فتحتها لتظهر ما كانت تلبسه تحتها من أزياء مثيرة. وكانت الفتاة التي حرصت على تغطية وجهها ترتدي تنورة قصيرة بفتحة جانبية تكشف فخذيها مع توب نصف بطن. وطالب ناشطون سعوديون بمحاسبة الفتاة تحت هاشتاغ الذوق العام مؤكدين أنها خالفت لوائحه. وجاء في التعليقات: مشهد من الأفلام المنحطة التي تصدق فيها بائعات الأجساد على الرصيف أمام المحلات حتى السائح الأجنبي يتقزز من هذا المنظر. نتمنى اتخاذ العقاب الرادع لها ولأمثالها الذين تعدوا بوقاحة على نظام المملكة العربية السعودية دينيا وأخلاقيا. بينما ادعى ناشط أن الفتاة سورية وكتب: فتاة سورية ونتمنى ترحيلها لبلدها في الشلوت وتروح تتفسخ وتصور نفسها هناك، هي حرة بس بعيد عنا، وتشيل علم السعودية من حسابها. أجرفونا هالأشكال الرخيصة وتلزقهم بالسعودية. ولكن آخرون دافعوا عن الفتاة معتبرين أن ما فعلته حرية شخصية وقارنوا بينها وبين جورجينا رودريغيز التي تقيم مع شريك النجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو في الرياض. فجاء في التعليقات: ما أشوفكم طلبتوا بالقبض على جورجينا التي طالعة مطعم بالرياض مع حبيبة بفستان ضيق وقصير. صح، هذه السعودية لازم تقنعونها لأنها الوحيدة اللي مفروض تطبق الذوق العام وتعليم الإسلام. وقالت أخرى: زوجة المغتصب ما حد قال لها شيء، مفروض يحترمون بلد مسلمة، ما يطلع الاستشراف على السعوديات بس. ووافقهم ناشط ثالث الرأي قائلا: ما دام انشغل مجانين تويتر في المطالبة بمعاقبة هذه الفتاة فهذا يعني أنها سعودية، ولو كانت أجنبية لظهرت التعليقات لهؤلاء المجانين مادحة ومتغزلة بها. وغزت السعودية مشاهد الانحطاط والانحلال بشكل غير مسبوق منذ تولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضمن برنامج دمر الصورة المحافظة التي عرفت عن المملكة على مدار تاريخها.